بصراحة أنا عمري ما كنت بصدق في حكاوي العفاريت ولا في البيوت اللي بيقولوا عليها مسكونة. بس الشقة دي كان عرضنا عليا ب100,000 جنيه، يعني حرفيا ببلاش. قلت مش مهم حتى لو صغيرة أقعد فيها لحد ما الدنيا تمشي. أول ما فتحت الباب حسيت بحاجة مش مريحة، كأن في عينين شايلة غضب بتراقبني من الحيطان. الشقة كانت بسيطة جدا بس فيها حاجة مريبة. الكنبة قديمة، الحيطان متشققة والتراب في كل حتة. بس أكتر حاجة شدتني الراديو. راديو قديم قوي من أيام زمان، قاعد لوحده في الركن، شكله مش في مكانه. عدى أول يوم عادي لحد ما صحيت على صوت غريب. ببص على الساعة 3:07 بالظبط. الدنيا ضلمة والراديو منور لوحده. الراديو اشتغل بس مفيش لا أغاني ولا قرآن ولا حتى نشرة، مجرد صوت تشويش. وفجأة سمعت جملة بصوت مش واضح: الولد اللي في الشقة التانية مش لوحده. اتجمدت مكاني، يعني ايه مش لوحده؟ مين بيتكلم ومين الولد أصلا؟ تاني يوم الصبح لقيت ناس ملمومة وعربية إسعاف واقفة تحت البيت وستريتشر طالع وعليه جثة طفل صغير. كانت من الشقة اللي تحتي. رجعت بيتي وقلبي تقيل. قلت لنفسي مجرد صدفة بس كده. بس الليلة اللي بعدها الساعة 3:07 تاني، نفس النور، نفس التشويش. بس المرة دي الصوت قال: الدور اللي فوقك مش فاضي. ساعتها قلبي وقع حرفيا، وفي نفس اللحظة سمعت صوت خطوات فوق دماغي، كراسي بتتجر، كأن في حد ماشي. الدور اللي فوقي مقفول من زمان. طلعت ولقيت الباب مفتوح. الشقة ضلمة ومكركبة وكل حاجة فيها مكسرة. بس في الركن هناك في نفس الراديو، منور وبيطلع منه صوت. بس المرة دي كان صوتي أنا، نور، مش مجرد اسم. الصوت كان بيناديني، كأنه بيقول لي انتي اللي المفروض تكملي. أكمل ايه؟ معرفش. بس من ساعتها كل يوم الساعة 3:07 الراديو بيشتغل، وأنا بطلت أنام. كنت خلاص قررت الراديو ده لازم يخرج من حياتي. مسكته بكل غضبي وفتحت البلكونة ورميته. وقع واتكسر، سمعت صوته وهو بيتكسر تحت. نمت لأول مرة من أيام نمت. بس لما صحيت الصبح لقيته في نفس مكانه زي ما كان، نضيف، سليم، كأنه عمره ما وقع ولا اتكسر. قربت منه، جسمي بيتشنج وغرقانة في خوفي. اشتغل لوحده بدون صوت، بس النور طلع منه وظهر اسم على الشاشة: ليلى. قعدت قدام الراديو، الاسم بيرن في وداني كأنه بيتقال ببطء: ليلى. جريت على الدولاب القديم وطلعت كرتونة فيها صور وورق قديم. وأنا بقلب لقيت صورة ليا وأنا طفلة وبنت تانية، ومكتوب وراها: نور وليلى، حضانة الزهور، 1997. لكن الجملة اللي كانت مكتوبة تحت بخط مختلف خلتني ارتعش. لازم الحقيقة تبان علشان روحي ترتاح. الساعة 3:07 والراديو اشتغل. طلع صوت هادي قال: يطلعي السطح. طلعت السطح. كان ضلمة بس في الركن كان في نور ضعيف. قربت ولقيت على الحيطة محفور: أخيرا رجعتي يا نور. جريت على باب الشقة فتحته، لقيت نفسي واقفة تاني جوه. جريت على باب العمارة لقيت نفس السلالم، نفس التراب، وكأن في حاجة مش عايزاني أطلع. الراديو قال: الخروج مش ليكي إلا لما تعرفي جيتي ليه. وبعدين ضحكة طفلة بدأت تتكرر في دماغي. الراديو قال: دلوقتي هتسمعي كل حاجة من أولها. الراديو اشتغل، لكن المرة دي صوت بنت صغيرة: نور، أنا اتقتلت هنا. قالوا إنها حادثة بس الحقيقة حد رماني. بصيت في الركن لقيت آثار دم، صورة قديمة ليا والليلة. الراديو كمل:
أنتِ الوحيدة اللي تقدر تسمعني. الراديو وجّهني أفِك الأرضية الخشب، كنت مرعوبة بس نفّذت. لقيت تحتها مذكرات قديمة مكتوب فيها: لو حد لقى الورق ده أنا ما انتحرتش، أنا اتقتلت. طلعت فوق الدور اللي حصل فيه الحادثة، إيديا كانت بترتعش وأنا بافتح باب الشقة اللي دايمًا كانت مقفولة. الراديو كان شغال جوّه كأن الصوت بيوجّهني. دخلت على الأوضة اللي في آخر الطرقة، الدولاب القديم كان واقف صامت كأنه شاهد على الجريمة اللي حصلت. سمعت صوت الراديو بيهمس جوّاه الإجابة. فتحت الدولاب وكان جوّاه كاميرا قديمة شكلها من التسعينيات. مسكتها ولقيت جواها فيلم، لسه جواها صور ما اتحمّضتش. الراديو قال بهدوء: حمّضي الفيلم وهتعرفي مين قتلني. أنا بس حابة أسأل سؤال أخير، لقيتوا حد يشتري الشقة؟ أصل الراديو معاه هدية وبيشتغل لوحده كمان، بيوفّر في الكهربا.